بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة أفضلها والتسليم أتمه على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبد الله البشير النذير السراج المنير المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بورك فيكم، وكان عرضا ماتعا شائقا أتحفنا به الشيخ الدكتور حسن كعادته وكدأبه، أنه يتحفنا بالكثير من المعاني والقيم، وأشكره على ذلك كما أشكر الشيخ برهان الذي دائما يحسن استضافة الشيوخ المناسبين، ويحسن أيضا نحت العناوين الجذابة المناسبة. وموضوع اليوم كما أسلف الدكتور حسن بحاجة إلى مراجعات وإلى بث بعض المفاهيم ونشرها في أوساط مجتمعنا. أنا مداخلتي قد تقتصر على بعض المعاني وإشارات إن شاء الله عابرة فيما يتعلق بقضية الإجبار أو إكراه الطفل على الصلاة. هذه طبعا من المعضلات، يعني لذلك يقول الفقهاء ويقول التربويون في مرحلة عمرية معينة لا ينبغي أن نكره أطفالنا على الصلاة حتى ونحن نؤدبهم. يعني إذا صلى مثلا صلاة أو صلاتين أو أدرك معنا في الجماعة ركعة أو ركعتين، نغض طرف عن ذلك حتى يتعود، فلا يكون اللوم دائما لماذا لم تصلي ولماذا، لأنه في هذه المرحلة العمرية يجب أن نحبب إليه الصلاة، وليس يعني أن يفهم الطفل أنه يجبر ويكره على الصلاة، فهذه ليست طريقة محبذة في التربية. الأمر نفسه أيضا يتعلق بقضية الذهاب إلى حلقات الحفظ، حلقات القرآن، نحببه إلى هذه الحلقات ونشجعه دون الإكراه والضغط، لأن هذا يتولد عنه كراهية القرآن وعدم الرغبة في الالتحاق بحلقات الحفظ. أيضا قضية أخرى، وهذه معضلة في جميع المجتمعات، يعني تعودنا أن نبدأ حفظ القرآن بجزء عامة. يحضرني ما قاله أستاذنا دكتور عبد الحميد أبو سليمان رحمه الله، دائما كان يتكلم عن لماذا نحن دائما يعني نعود الأطفال على هذا الأمر أو نصر على أن يبدأوا بجزء عامة. فكان يقترح يقول دعونا نعلمهم بعض الآيات المختارات في قضايا تتناسب مع عقولهم، ويقول مثلا جزء عامة من أصعب الأجزاء والسورة التي فيه تحتاج إلى تركيز شديد وإلى حفظ يعني كلمات متشابهة فيها نوع من الصعوبة بالنسبة للأطفال. فيقول لا يشترط أن يبدأ الطفل بجزء عامة بهذه السورة القصار، لكنها أحيانا فيها صعوبة. فهذه وجهة نظر معتبرة ومحترمة، لكن يرى العرف أننا نبدأ بجزء عامة ثم التبارك إلى آخره. يعني أيضا قضية ربط القيم القرآنية بواقع الأسرة، يعني بدل أن يتعلم الطفل في حلقات القرآن وفي المسجد في المدرسة التراحم والصبر وكذا، لكن في الواقع هو يعني لا يرى هذا في البيت. الأب والأم لا يشعرانه بالرحمة، فلا يستطيع أن يستوعب ما معنى الرحمة. فنحن هنا نغرس في هذه القيم وهو يحفظ هذه المعاني. وفي صلاتنا دائما نقرأ الرحمن الرحيم في كل ركعة نكررها، لكن الطفل لا يرى هذه الرحمة من خلال تعامل الوالدين معه، من خلال تعامل الأساتذة في المدرسة معه. فلا بد من ربط هذه القيم القرآنية. عندما يحفظ الطفل وهو صغير يتعلم هذه القيم في الواقع، يراها، أبوه يحبه يقبله ويحضنه ويلعب معه، فنحن نرى هذه الأشياء كأنها من خوارم المروءة الذي يلعب مع أطفاله وكذا. سبحان الله، يعني مع أن هذا أسلوب نبوي شريف. أيضا قضية الحوافز التشجيعية، هذه من أكثر العوامل.
يعني لماذا دائما نعاقب على عدم الصلاة وعلى عدم الذهاب إلى حلقات القرآن؟ إذن في المقابل، هل شجعنا أطفالنا؟ هل شجعناهم على حفظ القرآن؟ وهناك جوائز مثلا للتنافس على حضور الجماعات. فهذه كلها من الأشياء الأساسية في التحفيز. أيضا مسألة أن عندنا في العالم الإسلامي مثلا والعالم العربي وزارة التربية والتعليم. لماذا الربط هنا بين التربية والتعليم؟ حتى لا يكون هناك انفصام وانفصال، بينما هو متعلق بالجرعات التعليمية الأكاديمية المعرفية والجانب التربوي. فلا بد من أن يكون هناك ربط بين التربية والتعليم. ولذلك في عالمنا الإسلامي والعربي لا بد من وجود التربية والتعليم معا. هذا طبعا في المقابل نرى في أوروبا وفي الدول الأخرى التعليم قضية بحتة منفصلة تماما عن الروحانيات وعن الدين. فهذه أيضا قضية مهمة جدا عندنا كمسلمين. أيضا دكتور حسن تحدث عن الجاليات التي مثلا تأتي في الإجازات، الجاليات التي في المهجر عندما يأتون إلى الدول العربية لقضاء إجازاتهم الصيفية. هذه أيضا من الأشياء التي يجب أن نشجع عليها الأسر. يعني الأسرة هناك ربما لا تجد هذه الفرصة أنها تعلم أبنائها القرآن، وأن الطلاب لا يجدون فرصة لتعليم العربية وأمور الدين. ففي الإجازات يقضون إجازة صيفية في الدول العربية، يعني يحاولون في هذه الفترة تعلم بعض المفردات، الالتحاق بحلقات القرآن. فهذه قضية أيضا في غاية الأهمية. على الأقل يعني شهر أو شهران في العام يرتبط الطفل بتراثه بدينه، وهذا شيء جميل، بالإضافة إلى الذهاب إلى الجد والجدة والخال والخالة، رؤية الأقارب والاحتكاك بهم والتحدث مع أطفالهم واللعب معهم وتعليمه مدة شهرين جزءا من القرآن وأمور الدين واللغة العربية. هذه أيضا من أكبر العوامل المساعدة في الارتباط بالقرآن في هذه المرحلة العمرية المبكرة. نحن في هذه الأيام نسمع وظللنا نسمع في فلسطين، يعني في أهلنا في غزة، يعني وهم في هذا الحصار والدمار والقصف، تجد الأب يقول الحمد لله، الأم تقول الحمد لله، الأطفال يتكلمون كأنهم كبار. ربما هذا يعني الذي نراه لعله ثمرة من ثمار التعليم، لأن فلسطين كما نعلم من الدول التي فيها نسبة الأمية يعني تقريبا صفر، يعني نسبة التعليم فيها عالية جدا. فإذا التعليم عندما يكون مستوى المواطن في هذا الوضع المأساوي، ومع هذا يقول الحمد لله ويشكر الله على أنه أنعم عليه يعني هذا الوعي الوطني والحس الديني، هذه الجرعات التربوية والوطنية، هذه لها أيضا ارتباط بالتعليم. فالطفل الذي ينشأ في هذا الجو العلمي يحب القرآن، الأم تقرأ القرآن، الأب يقرأ القرآن، الجد، العم، كل أسرة أينما ذهبت الشعب متعلم. فهذا أيضا له دافع كبير في أن الطفل ينشأ في بيئة يعني تحب العلم والتعلم ويشجع، وعندما يكبر معه هذا الهم الوطني والحس الديني. ولذلك في كل المراحل يعني تجد هذا الإنسان صابرا ومتفائلا لأنه تعلم وله وعي. هذه هنا تحضرني قصة حكاها لي أحد التربويين الإريتريين وقد سمعها من أستاذي. يقول نحن في المجتمع المسلم في إريتريا، وتحديدا يقول الناطقين بالتجري، يقول الطفل دائما عندما يقرأ القرآن في البدايات ألف باء تاء ثاء كلت بحيساسا، فيقول الطفل عندما يسمع هذا الحساس وكذا وكلت قال مباشرة يسيل لعابه، فترتبط عنده هذه القيم، قيمة العلم والمعرفة والذهاب إلى الأماكن العلم، ترتبط عنده بالأكل. بينما يقول في الجانب الآخر المسيحيون كانوا يتشددون مع أبنائهم ويحفزونهم، يقولون لهم أتودي أنبب ABCD كي يبلغ أدقي،
يعني أنت أيها الولد لابد من أن تتقن هذه اللغة، هذه الحروف. تعلم حتى لا يقال عنك أنك حمار. إذن الطفل عندما ينشأ في هذه البيئة والوالدان يحفزانه ويعلمانه ويشجعانه، هنا نجد أن المجتمع بدأ يرتقي، والحس الوطني ينمو، والمتابعات للأخبار هذه هكذا ينشأ الطفل في هذه البيئة، وفي المستقبل إن شاء الله يكون متعلما ومحبا للعلم. قضية أن القيم أيضا، والدكتور حسن أيضا جزاه الله خير تناولها، ترسيخ القيم هذه أيضا تأتي من خلال التعلم والتعليم. هذه أيضا تذكرني بقول لعلي بن حسين زين العابدين رضي الله عنهم جميعا، يقول: كنا نعلم مغازي النبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم السورة من القرآن. يعني غزوات النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذه كأنها جزء من القرآن، كما أن السورة من القرآن يعلمنا إياها الوالد أو الجد أو الخال، أيضا قال كانوا يعلموننا مغازي النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا أيضا له ارتباط بالتربية الوطنية. أيضا إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، هذا الصحابي الكبير سعد بن أبي وقاص، هذا حفيده يقول: كان أبي، يعني محمد بن سعد بن أبي وقاص، إسماعيل يقول، يعني هذا الحفيد يقول: جدي أو أبي كان يعلمنا مغازي النبي عليه الصلاة والسلام ويعدها علينا، ويقول: هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. إذن هنا ارتباط بالقيم، يعني الجبهة كيف قامت، والثورة كيف تأسست، وأجدادنا ماذا فعلوا، وسبتمبر وعونة، هذه كلها عندما الطفل يرتبط بها كأن هناك يعني حس وطني بدأ الآن يكبر مع هذا الطفل، وبالتالي لا ينسى وطنه حتى لو تغرب وهاجر إلى أي مكان. هناك ارتباط بالوطن، هناك ارتباط بالدين، عندما تذكر له غزوة بدر وأحد والخندق وفتح مكة، هذه الأشياء كلها، هذه المغازي والسير والحس الوطني والثورة وماذا فعلت إريتريا وكيف بدت وكيف تأسست وأين وصلت، هذا كله نوع من التعليم. أيضا مسألة أن الأطفال عندما يجدون البيئة التي تشجعهم على التعليم سيتعلمون، وهذه أيضا الدكتور حسن أشار إليها، يعني البيئة الحاضنة التي أنت تعيش فيها وتتربى فيها، إذا كانت محبة للعلم أنت تتعلم وتحب أن تتقدم في العلم. أما الذي جاء في بيئة ما وجد فيها لا الوالد ولا الأب الأخ الأكبر ولا الذي بعده، لا ولم يجد أحدا يعني يحب العلم أو تعلم، إذن هنا أيضا سينكمش أو سينزوي، ولا يحب الذهاب إلى المدرسة ولا إلى حلقات القرآن ولا إلى الخلاوة. إذن هذه أيضا مشكلة نعاني منها كثيرا. في الأخير أو في الختام يعني أريد أن أركز في قضية أن التعليم في هذه المرحلة يجب أن لا يبدأ بالقضايا الكبرى. يعني الأطفال في هذه السنة المعينة يجب أن نناقش معهم قضايا تتناسب مع أعمارهم، مع مستواهم العلمي، مع الملكات التي أعطاهم إياها الله سبحانه وتعالى. هذا طبعا مع ملاحظة أن الأطفال قبل في هذه السنة المبكرة لهم يعني ذاكرة قوية وهم شديدو الملاحظة، وأيضا قالوا الأطفال في هذه المرحلة العمرية يمتازون بمهارات عالية في التفكير. أحيانا الأب لا يستطيع أن يفعل شيئا، الأطفال يعلمونه مع أنه متعلم وتحصل على درجات عالية في العلم، إلا أن الأطفال في المرحلة العمرية المبكرة جدا، يعني في الصف السادس مثلا أو السابع الثامن، تجدهم اكتشفوا، لا سيما في زماننا هذا، اكتشفوا أشياء عن التقنية والتكنولوجيا وتعلموا أشياء. فينبغي أيضا أننا نركز على أطفال الموهوبين
والطفل الموهوب إذا اعتنينا به من البداية إن شاء الله في المستقبل سيكون له دور في مجتمعه. وإذا أهمل كما يهمل كثيرون في زماننا هذا وفي بلداننا تحديدا، يعني نرى العواقب الوخيمة بالنسبة لهؤلاء ولمجتمعاتهم. ولذلك في قضية التعليم يجب أن ننتبه أيضا أن مجتمعاتنا، أن الجاليات التي تعيش في الغرب اليوم، يعني هؤلاء لهم إمكانات هائلة. الطفل إمكانه يتحدث العربية والإنجليزية والفرنسية بالإضافة إلى اللغات المحلية، يتعلم التجري والتجرينيا والبلين الساو العفر إلى آخره. إذن التربويون يقولون في هذه المرحلة العمرية بإمكان الطفل أن يتكلم أكثر من 9 لغات، بل يتقنها تحدثا. فلماذا لا نهتم بهذا الجانب ونغرس في أطفالنا حب العلم وحب التعليم ونشجعهم، وبالإضافة إلى المجال الأكاديمي نعلمهم أيضا القرآن الكريم ونربيهم التربية الإسلامية الصحيحة. هذه بعض النقاط التي أحببت أن أشارك بها، والمجال واسع جدا ولا نستطيع أن نتحدث أكثر من هذا، فهي مشاركة عادية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمالنا وأعمالنا. أشكركم جميعا المستمعين الأكارم، وتحديدا وخصوصا الشيخ الدكتور حسن الذي امتعنا بحديثه كما يمتعنا دائما، والشيخ برهان الذي يستضيف دائما الشخصيات المفيدة والنافعة ويختار الموضوعات النافعة المفيدة. بورك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.